الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيد بتولي مهمه التدريب في نادي المريخ. نادي المريخ من الانديه العريقه في كره القدم، في مجلس اداره محترم جدا بقياده الكابتن احمد جوهر، وانا شرفت بالتعامل معاهم. فرقه المريخ كلاعبين من الفرق المحترمه جدا، ومن الانديه اللي هي بتنافس باستمرار على الصعود. التوقيت والتوقيت بتاعي انا شخصيا كتولي مهمه او مسؤول عن الفتره اللي جايه ان شاء الله. بتمنى قبل ما ابدا ان شاء الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى. انا شايف مجموعه لعيبه كويسه جدا. نادي المريخ كامكانيات وبرضه امكانيات محترمه. المهمه اللي انا او التوقيت والمهمه صعبه جدا في ظل التنافس المجموعه الرابعه. دخل منافسه 3 فرق كبار، السويس والدمياط والشرقيه. احنا ان شاء الله بنسعى ان احنا نحسن صوره المريخ ونعدل وضع الفريق، وبقدر المستطاع الفتره اللي نستغل فتره التوقف ان شاء الله اللي قبل مباراه الشرقيه هنا في بورسعيد ان شاء الله. قسمنا الشغل المرحله الاسبوعين دول على مرحلتين. عندنا ان شاء الله الاسبوع الاولاني هنشتغل على فترتين صبح وبعد الظهر. بنستعد بشكل جدي وبشكل جيد لمباراه الشرقيه والمباراه اللي جايه بالنسبه لنا. اتكلمنا مع الاولاد ان شاء الله انها المرحله اللي جايه كلها مباراه كؤوس بالنسبه لنا. صحيح اترفع ضغوط من عليهم، لكن احنا ان شاء الله قادرين ان احنا نعدل باذن الله مع اللعيبه ومع مجلس الاداره ان احنا نحط فرقه المريخ في وضعها الطبيعي. المريخ طول عمره بينافس على الصعود، وده هو الموضوع بقى صعب وعدد النقاط بقى كبير جدا، لكن احنا هنجتهد ونعمل اللي علينا ان شاء الله بقدر المستطاع، وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى موجود. وانا مريت بنفس الظروف، يمكن كلمت الاولاد وكلمت الناس ان احنا كشرقيه مع فرقه شرقيه مرينا بنفس الظروف الفتره اللي فاتت في الدوري، وكنا بعدنا خالص، وكان متصدر ابو سوير وكان المريخ ودخل القناه، والشرقيه كانت بعدت خالص. لكن الكوره فيها كل حاجه، يعني وارد في الكوره ان احنا النتائج تتغير خالص وتتعدل، وده حصل مع فرقه الشرقيه وقلت لهم على النموذج دوت. وتوفيق ربنا بنستعين بربنا سبحانه وتعالى وبنستعين بشغلنا وباجتهادنا، وفي جهاز معاون محترم معايا كابتن وليد وكابتن ياسر والجهاز الطبي. وحابب برضو اشكر من خلالك ومن خلال الكابتن ياسين، ويمكن انا كلمت مع الاولاد على كده. كابتن ياسين من المدربين المحترمين جدا، وعمل طفره في نادي المريخ السنوات السابقه. طبعا انا بشكر مجلس اداره نادي المريخ على الثقه الكبيره اللي هو منحالي مع مدرب كبير زي كابتن محمد عبد الرحمن. وان شاء الله اتمنى ان شاء الله نتعاون مع بعض كجهاز، انا وكابتن محمد وياسر سليمان مدرب حرس المرمى. اتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونوفق. وطبعا بشكر الجهاز الفني السابق على المجهود الكبير اللي كان معمول والانجاز اللي كان عامله وحققه، واحنا بنكمل نسير ان شاء الله، وبنتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرمنا باذن الله. طبعا انا بشكر مجلس اداره نادي المريخ على ثقته فيا وتعييني مدرب حراس مرمى للفريق الاول. طبعا ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم. ان شاء الله جاي اكمل المسيره بتاعت الجهاز اللي قبل كابتن محمد ياسين، كابتن ولا حسن، كابتن سمير ابو النور، كابتن يحيى حرب، كابتننا طبعا. الناس طبعا ما قصرتش، لكن هي مرحله، كل واحد بياخد مرحله. هو كان الفتره اللي فاتت مش موافقين، لكن هو جهاز على اعلى مستوى. اتمنى من الله التوفيق لينا للكابتن محمد عبد الرحمن، كابتن وليد الكاس، ونقدر نوصل نادي المريخ للمكان اللي هو طالب بيها. واتمنى من الله التوفيق لحراس المرمى. انا عارفهم شخصيا، حراس المرمى الحمد لله عندنا حراس على اعلى مستوى. ان شاء الله ربنا يكرم والمستوى يعلى اكتر من كده، والمرحله اللي جايه تبقى افضل باذن الله تعالى.